بودابست عاصمة المجر. في مقولة أخرى بيقولوا بودابشت، ده بحسب لغة أهل البلد، اللي بالمناسبة لغتهم ما بيتكلمهاش غيرهم، كلهم على بعض ما يكملوش 10 مليون، لا بيتكلموا لغة جيرانهم ولا جيرانهم بيتكلموا لغتهم. بلد خضرة محمد خضرة على الآخر، زرع في كل حتة. هي بلد تحسها عتيقة جميلة لكن قديمة. الجو غريب بصراحة، هو برد لكن حر، درجة الحرارة ما عليتش عن 20 درجة، لكن وانت ماشي بتعرق، حتى وانت واقف بتعرق. هو عرق ساقع كده ناتج عن الرطوبة العالية قوي في الجو هنا، طبيعي بصراحة من كمية الزرع والمية في كل حتة. مش احنا كنا بنشيل الحاجات دي اول ما تطلع عشان نقول بتلم الحشرات؟ كمية زن عصافير غير طبيعي. لفيت في البلد دي حبتين، لاحظت فيها كمية كبار سن غير عادية في الشوارع. الشباب عددهم قليل، حتى الويترز اللي في الفنادق كبار في السن، عواجيز. مش عواجيز يعني 40-50 سنة، لا عواجيز 60-70 سنة. هي مش أوروبا اسمها القارة العجوز؟ المجر جزء من أوروبا وعجوزة أكتر من قارة. كتابات وكتب، طبعا الحاجات دي انقرضت في العالم العربي، مش بنتعاطى كتب. هو تقريبا الشباب في البلد دي بيسيبوا ونمشي تقريبا يعني. الله لقيت شباب صغير. المكان هنا المرتفع ده جميل بصراحة. فيها كمية سلالم كفيلة تحافظ على ركب البني آدمين أو تبوظ ركب اللي زينا. شكله نظر تذكاري يعني. طيب أنا من امبارح للنهارده صوت البوليس تو ماتش جدا في الشوارع، رغم ان هي تعتبر أأمن البلاد يعني. للحفاظ على البيئة المجريين بيستخدموا كتير العجل والسكوترات في التنقل بين المدن، وده بيتسبب في حوادث كتير لتداخل العربيات والعجل في مناطق الزحمة. الصنوبر ده مناخ بحر متوسط، بلاش افتكر الزراعة. الحاجة الغريبة في البلد دي بس الفنادق مباني جديدة، ومش كلها جديد، بقية المباني كلها قديمة يعني. يمكن يكون البنى الجديد بره العاصمة بودابست، مش عارف. هم طبعا ما عندهمش ارتفاعات وأبراج وحاجات من دي، كلها بنايات كيوت صغنونة على قدها. حاجة كمان، البلد هنا الشمس بتمشي الساعة 9:30 بتوقيتهم، وتوقيتهم زي توقيت مصر على فكرة تقريبا يعني. الشمس بتغيب حبة كده وترجع تاني الساعة 4 تطلع، يعني تقريبا اليوم كله نهار. بس لما بيجي الليل في احترام للضلمة، كله بينام. اكيد طبعا في بارات وكده بالليل، بس ما بتلاقيش محلات فاتحة. المناظر الطبيعية رهيبة، وبنى فوق الجبال الخضراء شيء عظيم يعني. المجر أغلبهم مسيحيين كاثوليك، والكنايس في كل مكان وعلى طرازات معمارية روعة. دايما بتسمع أجراس الكنايس في كل مكان. في بودابست أكتر من وسيلة مواصلات عامة، تاكسيات وباصات وترام وقطر ومترو أنفاق. المترو عندهم بقى غريب جدا، بناه الاتحاد السوفيتي، وممكن تفضل نازل على السلم الكهرباء ربع ساعة، وده لأن المترو لما بناه الروس بنوه كأنفاق للحماية في حالة الحرب النووية، وده كان أيام الحرب الباردة بين الروس والأمريكان. احد البراندات المهمة هنا في بودابست وهو لوكال
براند اسمه بودا فاكن بيست، هو اسمه كده. هو بيبيع تيشرتات، سيفونيرز. تجربة عظيمة ومختلفة في بودابست هي ركوب الباص. لا، مش أي باص. الباص ده بيفسحنا في المدينة، وبعدين بيغطس في المية، يتحول لمركب يمشي في نهر الدانوب، وبعدين يرجع يطلع يفسحنا تاني في الشوارع. تجربة غريبة بس جميلة. نسيت أقول لكم البلد دي مقسومة بنهر الدانوب. النهر ده بيعدي على بلاد أوروبية كتير، وبيبدأ من ألمانيا. وبيقسم بودابست حرفيا لبودا وبست. بودا هي مدينة الهاي كلاس اللي بيناموا بدري، وبست هي مدينة السهر والفسح والمحلات. اهتمامهم بالفن شيء جميل. في كل ميدان هتلاقي منحوتة أو تمثال أو لوحة فنية، ولكل ميدان أو تمثال حكاية تاريخية مرتبطة بتراثهم وتاريخهم. وتاريخ المجر مرتبط بحضارات كتير، مرتبط بالاحتلال التركي، بألمانيا، الاتحاد السوفيتي. هو خليط من حضارات كتير كانت موجودة على أرض المجر.